كنت ايه يعني؟ عشان الماتش لسه خلصان، فابتدي بالاهلي، ايه اللي حصل؟ طبعا هو اللي حصل غير متوقع يعني. النهارده كمان يعني سيبك من الموسم، احنا عارفين الاهلي من اول موسم هو مش كويس. مش كويس يعني. وكل شويه بنتعشم ان الامور تتحسن لحد ما وصلنا للمرحله النهائيه، مرحله ال6 ماتشات اللي احنا من خلالها هنحسم الدوري. بدانا على طول ببنطين فقدناهم، وسعت الفرق مع نادي الزمالك، الدنيا بتبعد. بتعدي ماتش سموحه، بتيجي النهارده الزمالك بيلعب قدامك بيتعادل، فبتجي لك الفرصه ان انت تكسب، وعندك ماتش الاهلي والزمالك اللي جاي ان انت ممكن بيقرب الدوري. ايوه. ولكن انت الظروف بتساعدك وانت مش حابب، انت مش عايز تساعد نفسك. زي ما احنا شفنا، ما فيش يعني. هات لي واحد يقول لي النادي الاهلي النهارده قبل الماتش يقول لك الاهلي هيتغلب 3. احنا قلنا بعد المباراه خلاص حماس، شفنا الجمهور النادي الاهلي اللي كان في المدرج وهو بيحتفل بتعادل نادي الزمالك، ده في حد ذاته والناس قاعده عماله تتنطط وفرحانه ان عندهم ثقه، دي ثقه في اللعيبه. وانا ابراهيم، انا لما بتسال في اي مكان اقول الاهلي هياخد دوري ويبقى في فرق، والله واقول الاهلي هياخد دوري، بس هي اللعيبه مش عايزه تاخد دوري، مش عايزين. الناس مش عايزه تاخد الدوري. انت عملت كل حاجه السنه دي، رحت وصرفت وجبت لعيبه. يعني بص انت يعني هات ناس عارفه اسماء اللعيبه وبتفهم كوره بس مش متابعه ماتشات ومش عارفه نتائج. برافو عليك. قول له ده السكواد بتاع النادي الاهلي، النادي الاهلي بيلعب بفلان وعلان، وده قائمه النادي الاهلي. كسب كل حاجه، ده كسب كل حاجه من قبل ما نبتدي. واحنا قلنا الكلام دوت، رغم ان احنا ما يصحش ان احنا عارفين ان الكوره فيها كل حاجه بس انت من الاسماء قلت لا خلاص بقى، بس الكوره مش اسماء. حط هي امكانيات. انت هي اسماء احنا عارفينها وعارفين امكانياتها. فكون ان الناس دي تتجمع وتبقى موجوده، لو كل واحد طلع امكانياته هتشوف حاجه تانية خالص. انا ما فيش حد يعني مفيش حد بيلعب. النهارده امام عاشور بينزل، حاسس ان امام عايز ينزل خالص. مش امام بس، كل الناس. وانا اتفق معاك بنسبه 100%. انا والله بجد هضم صوتي لصوتك، انا اللي صعبان عليا تريزيجيه الوحيد اللي في الملعب يا ابراهيم اللي تحس ان هو عايز دوري. بيحاول عليه مآخذ برضه تريزيجيه في مواقف كتير وي بس انا بقول لك اللي من جوه الغيره والغل تحس ان هو الوحيد، الباقي مش فارق معاه. يا جماعه لازم نبص في مرايه ونشوف احنا عملنا ايه، ونشوف الناس اللي مروحه بيتها ديت شكلها عامل ازاي، والناس اللي بتتفرج الاهلاويه في التلفزيونات عامله ازاي. احنا كلنا مصدومين، احنا في حاله صدمه لان احنا بنقدم لا شيء من اول السنه وبنطمع وبنثق في اللعيبه. لما الكابتن محمد بركات يقول الاهلي يقدم لا شيء، فدي كبيره. لا شيء يا ابراهيم. الاهلي السنه دي بيقدم لا شيء. السنه اللي فاتت انت اتزنقت وكسبت 6 ماتشات وجات لك الهديه من البنك الاهلي وفاركو. حصل. السنه دي زي ما انت شايف وصلت للمرحله دي، ماتشات بتكسبها وما بتلعبهاش والكلام دوت. يعني انا لو جبت الموسم ال 23 ماتش اللي لعبناهم في الدوري يا ابراهيم يا سيد، احنا لو قلنا الاهلي من ال 23 ماتش عمل ماتش كويس، الجمهور احنا بنتفرج بنقول الاهلي النهارده مكسب واداء. ماتش وادي دجله من 23 ماتش وادي دجله حاجه غريبه جدا يا ابراهيم. يعني حاجه غريبه جدا. فده وضع طبيعي اللي بيحصل، ولكن النهارده الدنيا بزياده لان ما ينفعش اشوف النادي الاهلي بالمنظر اللي انا شفته النهارده في خلال ال 90 دقيقه وخصوصا ال 45 دقيقه التانيين. انا ما ينفعش اشوف النادي الاهلي والناس بتعمل عليه كده. ده شيء يحزن ويزعل. لعيبه بيراميدز في اخر الماتش عملوا كل حاجه. لا فالدنيا صعبه.